اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنصور لكم من اجمل مكان في اسكندرية، بحري. هنشوف مع بعض مشروع الممشى السياحي لقلعة قايتباي. هنتكلم كمان عن ازالة الاشغالات اللي حصلت هناك، وهناخد فكرة عن حفلات الصوت والضوء. معاكم سدرة المنتهى، ويلا بينا نروح القلعة ونشوف اخر التطورات في الممشى السياحي الجديد. القعدة هنا حلوة قوي 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 للصيد والقعدة والتصوير. ما ينفعش تيجي اسكندرية غير لما تزور المكان ده، بجد روعة روعة روعة. مرسى اليخوت من أجمل الأماكن في اسكندرية. هندخل بقى مع بعض على طول على أجمل مكان في بحري. المكان ده بجد مريح جدا للأعصاب. أي حد بيجي اسكندرية لازم يجي يقعد في المكان ده ويشوف ارتطام الأمواج في الصخور. المكان ده دايما الأمواج فيه عالية. طبعا حضراتكم شايفين الهدوء، وكمان مفيش أي إشغالات موجودة على الرصيف ده. الرصيف ده كان كله أكشاك لبيع القواقع والتحف والتماثيل والهدايا التذكارية للمصريين والأجانب. بس بصراحة كان المنظر غير حضاري بالمرة، كان عشوائيات بطريقة فظيعة. وطبعا مكان زي ده تاريخي وأثري، ما ينفعش أصلا إن يكون فيه أشياء زي كده. إزالة جميع الباعة والتعديات في نطاق القلعة، وتجديد المكان بالكامل للافتتاح قريبا، وبدء حفلات الصوت والضوء، وتخصيص جميع الأماكن في محيط القلعة للجمهور. طبعا حاجة فوق الخيال، حاجة قطعة من الجنة. أحلى مكان في بحري تيجي كده تستجم فيه مع الهدوء. الأول كان فيه باعة، كان فيه بلطجية، مش هنقول ان هما، لا، كان في بلطجية، احتلال الرصيف. طبعا ما كانش حد بيقدر يقعد الا لما يطلب مشاريب. طبعا ده كان حاجة مزعجة جدا، يعني لازم غصب عنك تطلب عشان تقعد على الرصيف وتتمتع بالمنظر اللي انت شايفه ده. لازم تطلب مشروب او بالعافية. هنشوف بقى مع بعض الرصيف كده وهو رايق واحلى استجمام، طبعا فاضي من الاشغالات والباعة واصحاب الكافيتريات اللي كانوا زحمين الرصيف ده، وما كانش حد بيعرف يمشي ولا حد بيعرف يقعد في المكان ده. طبعا ده الممشى السياحي الجديد اللي هو بإذن الله هيفتتح قريبا في اسكندرية. تعالوا بقى ناخد فكرة عن مشروع حماية القلعة اللي هو الممشى السياحي. حماية القلعة أو حماية الصخرة الأم اللي مبني عليها القلعة. طبعا الصخرة اللي تحت القلعة بدأت في النحر والتآكل بسبب طبعا التغيير المناخي اللي بيحصل كل سنة في اسكندرية، وكمان النوات الشديدة اللي بتيجي على اسكندرية. اتعمل حاجز أمواج بطول 520 متر، وكمان اتعمل رصيف بحري بطول 100 متر. المشروع زي ما حضراتكم شايفين انتهى بنسبة 100% وتسلم للمحافظة، وفاضل فقط الافتتاح بإذن الله قريبا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان ازالة جميع الباعة والتعديات على حرم القلعة، وكمان بدء تركيب بوابة مركزية للمكان من الخارج عشان خاطر المكان ده يعتبر موقع سياحي. يعني بإذن الله مش هنشوف الناس اللي كانت مستولية على المكان ده بالعشوائية دي تاني مرة. تمام. هنشوف بقى مع بعض زي ما قلت لحضراتكم ان مشروع الممشى دوت كان بطول 520 متر جوه البحر. طبعا المكان رايق جدا وجميل جدا، ناس كتيرة جدا بتحب تيجي تقعد في المكان ده وتشوف الامواج كده وتشوف قلعة قايتباي. طبعا دلوقتي هم شغالين، طبعا حضراتكم سامعين اصوات في دهان السياج، وكمان اي بلاط مكسور او مخلوع من مكانه بيركبوه تاني. وتم طبعا وضع كشافات انارة بطريقة حديثة وكمان منظمة. هم بصراحة عاملين شغل جامد جدا الفترة ديت في اسكندرية، بالذات في مشروع الممشى السياحي اللي حضراتكم شايفينه ده. هو خلاص كده يعتبر انتهى بنسبة 100%، يعني هو فاضل بس الافتتاح. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بعض العمالة اللي عمالين يدهنوا السياج
والمكان زي ما حضراتكم فاضي خالص. المكان ده كان بيبقى فيه ناس عاملاه اكشاك كده بطريقه مش حلوه. ممكن ان الناس ديت يتعمل لهم مكان كده مخصص على جنب، يأجروه من المحافظة مثلا ويحطوا فيه الهدايا التذكارية ديت، لأن فعلا الأجانب لما بيجوا بيحب يشتروا التماثيل والتحف والهدايا التذكارية وهم ماشيين مروحين لبلدهم. فممكن يتعمل لهم زي بازار كده، أو يتعمل لهم بطريقة يعني بطريقة شيك كده، أو يتعمل لهم محلات كده جنب بعضيها للإيجار، بس تكون بشكل منظم وتكون تابعة للمحافظة. لكن الطريقة العشوائية اللي كان فيها المنظر ده بصراحة يا جماعة ما كانش حلو خالص قدامنا احنا اصلا مصريين كمان، يعني مش هقول لكم الاجانب. هنيجي بقى نتكلم شوية عن افتتاح الصوت والضوء. طبعا ده حدث عظيم جدا حصل في اسكندرية يوم 15/10. طبعا الزيارة أصلا للقلعة بتكون من الساعة 7 صباحا للساعة 7 مساء. طبعا هنتكلم مع بعض دلوقتي ونشوف أسعار الدخول للمصريين. طبعا في أسعار للمصريين وفي أسعار للأجانب. الأسعار للمصريين 150 جنيه للفرد و85 جنيه للطالب. احنا بنتكلم دلوقتي على حفلات الصوت والضوء اللي بتحصل في قلعة قايتباي في بحري. 150 جنيه للفرد و85 جنيه للطالب و185 جنيه تذكرة الفي اي بي. تمام. هنيجي بقى الأجانب للفرد 1125 جنيه للفرد، والتذكرة الفي اي بي ب 1350. طبعا المكان محيط بقلعة قايتباي، مش قاعدة بس يا جماعة، لا، في مطاعم كتيرة موجودة هناك، وفي نوادي. طبعا في نادي الصيد موجود، ونادي اليوناني موجود هناك، ونادي اليخت برضو. طبعا في مطعم زفير طبعا من اشهر مطاعم الاسماك في اسكندرية، وكمان ايس كريم معزة، براند اسكندرية في الايس كريم موجود هناك في بحري. يعني قاعدة جميلة ومطاعم تحفة ونوادي ومطاعم ايس كريم من اجمل المطاعم. طبعا بيوجد برضو متحف الاحياء المائية، وسعر التذكرة فيه بتكون 10 جنيه. يا رب بإذن الله الافتتاح يكون قريبا، ونحضر مع بعض الافتتاح ونصور لكم افتتاح الممشى السياحي لقلعة قايتباي. ويا رب يا رب الباعة الجائلين او الاشغالات اللي كانت قدام قلعة قايتباي ما يرجعوش تاني، يعني ما يكونش بس فترة افتتاح الممشى وكمان حفلات الصوت والضوء وبعد كده يرجع تاني الاشغالات تاني بالمنظر اللي كانت موجودة عليه من قبل. بنتمنى من المحافظة المتابعة. استودعكم في الله، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة لو اول مرة حضرتك تشرفني، ولو حضرتك موجود معايا اهلا بيكم. دمتم في رعاية الله. سلام عليكم.